النجاح، حضرتك شايف النجاح ازاي؟ النجاح فرصة ولا نتيجة؟ والنجاح ده ايه؟ يعني النجاح ان انا اكون مشهور، ولا ان انا يكون عندي فلوس، ولا يكون ان انا في منصب معين؟ ايه يعني فكرة النجاح عند الدكتور حسام موافي؟ النجاح في ذهني يعني انك انت تنبغ في الفرع اللي اخترته. نعم، في تخصصك. لو واحد سمكري سيارات ورائع فهو ناجح، ما بيعرفش يقرا ويكتب، متميز في حتته. جميل. ولذلك انا بقف وقفه عجيبه جدا يعني، انما يخشى الله من عباده العلماء. دول اكتر ناس هيخافوا ربنا، ده قمه النجاح. يا سلام. عشان كده العلماء يقولوا لنا العلم الخشيه، وهو ده الوسيله الى الله. والله يعني هات واحد متعلم جدا، حاجه من اتنين: يا مخه بيشط ويبقى ملحد، يا تلاقيه قمه الايمان، يبقى ده ربنا راضي عنه. ده هاخد آية تانية جميلة جدا، إنما مش دي. في واحدة برضو، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن طب كنتم. ليه ما قالش أهل العلم؟ دي بقى إجابة على سؤال حضرتك. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو قال أهل العلم يبقى أهان الصنايعية. يعني ما هو مش أهل علم. الناس مش هتفهمها إن هم أهل علم. مش أهل علم. اللي بيركب لي الإشاني ده أنا ما أعرفش أعملها. أنا ما أعرفش أعملها. صح. اللي بيصلح عربية ما أعرفش زيه. فأهل الذكر اللي هو مذاكر حتته. مذاكر يعني الشاطر في حتته، الشاطر في المتخصص. هو ده النجاح. أيوة. النجاح تنجح فيما أنت تختار. ولذلك في الإنجليزي يقولوا مثل جميل جدا جدا، في انجلترا مش هنا. يقول لك happy this man whose job is his hobby. سعيد هذا الرجل اللي شغلته هوايته. ايوه، لانه بيعملها بحب. تصدقني يا دكتور ايمن لما بقول لك انا بروح العياده عشان امارس هوايتي؟ الله. مش عشان اشتغل ولا اجيب فلوس والله. الله. مزاجي اقعد اسمع عيان واشخصه، ويبقى صعب، يبقى التشخيص صعب وانا اجيبه، حاسس ان انا عملت انجاز. هو ده النجاح. النجاح انك تنجح في مهنتك وفي بيتك، في تربية ولادك. الله. كل ده امل انت بتحطه لنفسك وتشوف نجحت ولا ما نجحتش. يعني ده يخليني اقول ان في ناس دلوقتي شايفه النجاح شهرة. يعني السوشيال ميديا. بالعكس، الشهرة دي خطيرة جدا. ايوه، خطيرة جدا جدا. دي ساعات تجيب نتيجة عكسية تماما، وانا ما اعتقدش انها حاجة كويسة يعني اقول انا يعني وجهة نظر، لو انت جات لك الشهرة من غير طلب دي حاجة مش بتاعتك، غصب عنك. لكن انت لا تسعى لها. دي المشكلة. ليه؟ لانك ممكن تسعى ليها هتاخد شمال. صح. مش هتمشي يمين في يمين زي ما احنا بنقول. صح. ما هو سهل، ما هو اعزك الله، في راجل راح في بئر زمزم كده ويعني تبول في بئر زمزم على قدسيتها وطهارتها، فقالوا له بتعمل كده ليه؟ قال لهم عايز الناس تذكرني وتتكلم عني. فشوف الشهرة وصلته لفين. الناس عايز الناس تتكلم عنه حتى ولو بسوء. ده يخلينا اقول السوشيال ميديا واللي احنا بنشوفه من بعض الناس ومن بعض الصفحات علشان اجيب شهرة، علشان اجيب مشاهدات، علشان اعمل ترند، بيكون على حساب قيمي واخلاقي وسمعتي واسمي. انا احيانا اشوف ناس يا استاذنا الدكتور حسام، اقول ده بعد كام سنة هيشوف نفسه ازاي؟ صح. وولاده هيشوفوه ازاي؟ ولا ولادها هيشوفوها ازاي؟